السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الدرس الأخير في الوحدة الأولى تانية إعدادي، درس التناسب المتسلسل. هو درس صغير كده بسيط من دروس الوحدة الأولى. الدرس ده هو بيكمل قوانين درس خواص التناسب اللي هما الدرسين اللي فاتوا، ولازم أهم حاجة تكون بتعرف تفرق ما بين قوانين الدرسين دول، درس خواص التناسب ودرس التناسب المتسلسل، لأن القوانين متشابهة لحد كبير. طيب نبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، لو قال A و B و C كميات متناسبة، ولاحظ إن هما 3 كميات بس، A و B و C كميات متناسبة، كانوا 3 كميات بس كده، تعرف إن ده على طول تناسب متسلسل. طيب من اسمه كده متسلسل يعني إيه؟ هقول A على B، وخد ال B معاك تساوي B على C، أهو A على B تساوي B على C، عشان كده اتسمى متسلسل. دي أول حاجة. طيب أول قانون فيه هو قانون البي اللي هي المكررة الوسط اللي عملت السلسلة. البي دي بتساوي موجب أو سالب جذر AC، موجب أو سالب جذر AC. طيب ممكن طالب تاني يقول لي ليها قانون تاني سهل جدا، يقول لي طيب يا مستر ممكن تبقى البي تربيع بتساوي AC، برضه صح مش غلط، وممكن تستخدمها في مسألة من المسائل. ده أول قانون. طيب تاني حاجة، تاني فكرة، قالك لو قال إن A و B و C كميات متناسبة، أو قالك B وسط متناسب ما بين A و C، لو قالك A و B و C كميات متناسبة، أو قالك إن ال B وسط متناسب ما بين A و C، يبقى أنت تقول له كده على طول A على B يساوي B على C يساوي K، كده ثابت. طيب تيجي هنا تقول له بص بقى الحتة الجاية دي عشان دي مهمة قوي، وده فرق مهم ما بين التناسب المتسلسل وبين درس خواص التناسب الدرس اللي فات. هتيجي تقول له البي بتساوي سي كي، البي بتساوي المقام اللي هو السي في الكي. طب الاي بتساوي ايه بقى؟ هتقول له هنا بقى بتساوي سي كي اس 2، سي كي اس 2. ركز في الجزء ده مهم قوي، وده الفرق اللي لازم تكون عارفه كويس ما بين الدرسين دول. هنا في التناسب المتسلسل بقول البي بتساوي اللي هي اول حاجه من ناحيه اليمين، اول نسبه من ناحيه اليمين، البي بتساوي سي كي اهي. والاي ما اقولش بتساوي بي كي بقى، لا اقول الاي بتساوي سي كي اس 2 اهي. طيب انت بقى لو جدع وشاطر دلوقتي، وقف الفيديو دلوقتي وروح ارجع لدرس خواص التناسب، شوف ايه الفرق ما بين الكلام ده اللي انا قلته دلوقتي ودرس خواص التناسب، هتعرف هتفهم قصدي كويس. المهم، طيب نفترض بقى حب يكبر الامور شويه، يعني لو قال A و B و C و D كميات في تناسب متسلسل، هنا قال لك بقى، هنا اعترف قال لك تناسب متسلسل، ساعتها تقول له ايه؟ تقول له سهله جدا، A على B خد البي معاك، B على C خد السي معاك، C على D يساوي K، وساعتها السي هتساوي دي كي اهي. البي هتساوي، ما تقولش سي، لا البي هتساوي دي كي اس 2 اهي، وساعتها الاي هتساوي دي كي اس 3، وهكذا بقى ماشيين بطريقه السلسله. بس كده، هي دي قواعد الدرس، 3 قواعد بالظبط سهلين جدا. طيب نيجي بقى هنا بقى، قال لك اوجد قيمة x، وهنا مديني 3 كميات. أول ما يديك 3 كميات أنت افهم على طول كده إن ده تناسب متسلسل، على طول كده، وتقول له خلاص أنا هقول لك الطريقة العامة لكل المسائل عشان ترتاح. هتيجي تقول الأول على التاني بيساوي التاني على التالت، يعني 15 على x هيساوي، خد الاكس معاك واطلع بيها فوق، x على 60. طيب ساعتها هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ضرب تبادلي، يعني اكس في اكس بايه؟ باكس اس 2، اكس في اكس باكس اس 2، وبعد كده 15 في 60 يساوي 900. طيب ساعتها هنيجي نقول، لو تفتكر من درس اولى اعدادي، كنت انا عشان اخلص من اس 2 ده اعمل ايه؟ اعمل الجذر التربيعي كده، ساعتها الجذر هيطير الاتنين، يبقى اكس تساوي الجذر التربيعي ل900 كام بقى؟ 30،
بس في حاجة هنا انت لازم تقول له بيساوي موجب او سالب 30 عشان الجذر بيطلع لي موجب او سالب. واوعى تنسى دي، اكس بتساوي موجب او سالب 30. لو قال لك الجذر يبقى اكس بتساوي موجب او سالب 30. طيب سؤال تاني ومن اشهر الاسئله اللي بتيجي في الاختياري، اوجد الثالث المتناسب اكس اس 2 وسالب 3 اكس اس 2. طب انت هنا لازم تبقى ناصح على طول. ازاي؟ هو هنا ده الاول التاني، يبقى اكيد التالت مكانه هنا كده. سميه ايه؟ اكيد التالت مكانه هنا. طب نعمله ازاي؟ هيبقى الاول على التاني بيساوي التاني على التالت. الاول على التاني يساوي التاني على التالت. هيبقى كده اهو اكس اس 2 على سالب 3 اكس اس 2 يساوي سالب 3 اكس اس 2 على ايه؟ اهو زي ما انا قلت لك الاول على التاني بيساوي التاني على التالت. طب تعالى كده نكمل. نعمل انا هعمل لك بالطريقه العاديه، يعني مش هختصر خالص عشان تبقى الامور سهله عندك. هنعمل ضرب تبادلي. يعني a في x أس 2 يبقى a x أس 2 بيساوي سالب 3 في سالب 3 ب9. طيب x أس 2 في x أس 2 بx أس 4. طيب كويس قوي. هو أنا عايز إيه؟ أنا عايز قيمة ال a. أنا عايز قيمة ال a دي. خلاص أنت مش عايز قيمة ال a يبقى اقسم على كل اللي جنبها. مين اللي جنبها؟ x أس 2 يبقى اقسم على x أس 2 كده. دي x دي وهنا على x أس 2 كده. يبقى دي هتروح مع دي ويبقى عندك كده هنا اهو a بتساوي، تعالى بقى هنا تاني كده، x أس 4 على x أس 2. يبقى فيها كام؟ احنا خدنا في أولى إعدادي إن لو الأساسات متشابهة بنطرح الأسس اللي هو الأربعة والاتنين. يعني هقول له نزل التسعة الأول لأن هنا واحد، 9 على 1 فيها 9، وإكس أس 4 على إكس أس 2 يطلع إكس أس 2 عشان احنا في عملية القسمة بنطرح الأسس وتبقى خلصت المسألة على كده. طيب السؤال رقم 3، اوجد الوسط المتناسب. نفس الكلام اهو، ده الأول. خليك بقى ناصح، الوسط يبقى مستخبي في النص هنا كده. يعني كأني هقول كده 3 اكس زائد واي أس 2 و a و12 اكس ناقص واي الكل أس 2. طيب ما تعالى نسهل الأمور على نفسنا شوية. ازاي؟ احنا عارفين قانون الوسط. الوسط بيساوي موجب أو سالب جذر الأول في التالت. ده قانون قلته في الأول خالص. الوسط بيساوي موجب أو سالب جذر الأول في التالت. يعني الأول أهو 3 إكس زائد واي الكل أس 2 في التالت 12 إكس ناقص واي الكل أس 2. عارف بقى السؤال ده شكله يخوف، لكن سؤال تافه جدا. لأن الجذر فيه ميزة جميلة جدا مع عملية الضرب، إن أنا ممكن أوزعه. طيب تعالى كده نشوف. ده بيساوي موجب أو سالب. أول حاجة 3 في 12 ب36. يعني أنا هكتب كده جذر 36 3 في 12 الأول، وهنا إكس زائد واي أس 2 دي واي، وهنا إكس ناقص واي أس 2 أهو. طيب تعالى بقى نكمل. نيجي بقى نعمل آخر خطوة إيه بقى؟ ده بيساوي كده أهو موجب أو سالب. نبدأ بقى نمسك الجذر اعمله على كل واحدة من دول. يعني جذر 36 6 والإكس ناقص واي والإكس زائد واي أس 2. خد بالك افتكر القاعدة اللي أنا قلت لك، الجذر بيشيل الاتنين دي. الجذر هيشيل الاتنين دي على طول اللي هو الأس. الجذر هيشيل أس 2 هيبقى عندي إكس زائد واي. طيب هنا نفس الكلام، الجذر هيشيل أس 2 دي يبقى عندي إكس ناقص واي. طيب أنت كنت شاطر في أولى إعدادي في الترم الأول وخدت حاجة اسمها الفرق بين مربعين، في الغالب أنت نسيتها يعني، اللي هو لما يكون قوسين زي بعض بالظبط والإشارات مختلفة يبقى أصلها كده إكس أس 2 ناقص واي أس 2 ويبقى ده الناتج النهائي. لو تفتكر كان في نوع اسمه نوع تحليل اسمه الفرق بين مربعين. كنت باجي أقول إكس وإكس، إكس وإكس، الإشارة زائد ناقص الواي أس 2 تبقى واي وواي بس، يبقى الناتج النهائي أهو. هو ده المطلوب.
سؤال تاني جميل على التناسب المتسلسل. جه قال لك اوجد قيمة x و y حيث x و6 و12 و y كميات في تناسب متسلسل. طبعا انا نسيت اكتب الكلمة دي، بس هنا نكتب كده تناسب متسلسل، دي انا نسيت اكتبها بس. طيب اول ما تشوف كلمة تناسب متسلسل دي على طول تقول x على 6 بيساوي، خد ال6 معاك، على القيمة التالتة اللي هي 12، خد ال12 معاك، على الواي. طيب بص بقى، خليك ناصح كده. في نسبة عندك هي نسبة كاملة. نسبة كاملة يعني ايه؟ يعني البسط والمقام موجودين فيها ارقام في ارقام معروفة زي دي كده اللي في النص، بس يبقى انا هستخدم النسبة دي، هعمل ضرب تبادلي مع النسبة اللي هي على الشمال اجيب منها الاكس، ومرة تاني مع الواي، ومرة تاني مع النسبة اللي على اليمين اجيب منها الواي. يعني انا هقول كده اكس على 6 بيساوي 6 على ال 12، يبقى على طول كده اكس بتساوي لا مش اكس بتساوي 12، معلش هنا في غلطة، بس هنيجي نقول هنا كده اهو، احنا نقسمها كده عشان هنا الاكس وهنا الواي. هقول كده 12 اكس بيساوي 36، يبقى على طول كده اكس بتساوي 36 على ال 12 فيها كام؟ فيها التلاتة، يبقى اكس بتلاتة. طيب دي واحدة. طب عشان نجيب بقى الواي بقى سهلة جدا، نفس الكلام، هقول 6 على ال 12 بيساوي 12 على واي. يعني هستخدم الكلام اللي في النسبة دي كده ما بين النسبتين دول، 6 على ال 12 بيساوي 12 على واي. يبقى أنا كأني استخدمت 6 على 12 دي مرة مع النسبة دي ومرة مع النسبة دي. نيجي هنا نقول 6 واي بيساوي كام بقى؟ 6 واي بتساوي كام؟ بتساوي 144. 6 واي اهي 12 144، هنقسم على الستة، هنقسم على الستة، يبقى واي هتساوي 24، ودي كده تبقى قيمة واي. طيب سؤال تاني بعد كده، إذا كان A و B و C كميات متناسبة اثبت أن 2 C تربيع ناقص 3 B تربيع على 2 B تربيع ناقص 3 A تربيع بيساوي C على A يساوي C تربيع على B تربيع. السؤال ده بقى من أطول الأسئلة، وعايز أقول لك إنه كده كده جاي في الامتحان، بس سهل. يعني أنت يجيلك امتحان طويل بس عارف تحل فيه، أحسن لما يجيب لك امتحان من مسألة مسألتين بس مش عارف تحل فيه ولا كلمة. فحلو السؤال ده، هو طويل شوية لكن سهل بإذن الله. أول حاجة، أول ما تشوف كميات متناسبة دي هتقول له كده A على B يساوي B على C يساوي K. A على B يساوي B على C يساوي K. أول ما تشوف كميات متناسبة، وطبعا هما 3 كميات يبقى تناسب متسلسل. طيب يبقى هنكمل، هتقول له كده إذن البي بتساوي سي كي، لأن أنا هنا بستخدم قواعد التناسب المتسلسل. وبعد كده أقول له الإيه تساوي إيه بقى؟ ما تقولش بي كي غلط، لا قول له بتساوي سي كي باور 2، سي كي أس 2. معلش ده بس تأثير الكتابة من عربي الإنجليزي، خلينا نقرب الإنجليزي. المهم إيه بتساوي سي كي أس 2. طيب بعد كده بقى هنعمل إيه بقى؟ هتمسك الأطراف اللي عندك دي كلها، هنا الطرف الأيمن الأوسط الأيسر الأوسط الأيمن، تمسكهم طرف طرف ونبدأ نحسبهم. يعني هنبدأ الأول الطرف الأيسر ده، نكتب كده هنا الأيسر كده أهي، الطرف الأيسر أهو. نبدأ بس كده هنا كده أهو، هكتبه لكم على الجنب هنا عشان نبقى صح من الشمال. هيبقى 2 سي تربيع ناقص 3 بي تربيع على 2 بي تربيع ناقص 3 ايه تربيع. يلا نعوض بقى. خد بالك انت بتعوض باللي مديهولك، يعني هتعوض مكان البي والاي. كلمة تعوض معناها انك هتشيل البي وتحط القيمة بتاعتها اللي هي سي كي، وهتشيل الاي وتحط القيمة بتاعتها اللي هي سي كي اس 2. نبدأ بقى. هنا أول حاجة عندك 2 سي أس 2. طب هل السي ليها قيمة؟ ملهاش قيمة. كلمة ليها قيمة معناها إن أنت لقيت قانون يعني سي تساوي مفيش. خلاص يبقى تنزل زي ما هي كده 2 سي أس 2 ناقص 3 بي أس 2. البي بإيه؟ بسي كي. خلاص يبقى أنا هقول له كده ناقص التلاتة دي هتنزل، والبي أس 2 هشيل البي وأحط مكانها سي
كي، واوعى تنسى ان في اس 2 كده، ودي مهمة جدا النقطة دي. طيب اللي بعد كده بقى 2 بي اس 2. البي عندي بايه؟ البي بسي كي. خلاص هقول له ده بيساوي 2 وشيل البي، حط سي كي اس 2 كده اهو، ناقص بعد كده ايه تاني؟ 3 ايه اس 2. يبقى احط التلاتة كده اهو، وايه اس 2 بقى اللي هي سي كي. خد بالك سي كي اس 2 الكل اس 2، خد بالك من دي مهمة قوي. طيب نكمل بعد كده. انا عايزك في السؤال ده تحبي تمشي كده زي العيال الصغيرة، خطوة خطوة عشان ما تتلخبطش. نيجي بقى نكمل هنا كده اهو، هكمل من هنا خلاص اهو. نيجي نعمل كده اهو، 2 سي تربيع دي مفيش حاجة نعملها فيها، تنزل زي ما هي كده. طيب ناقص التلاتة هتنزل، التلاتة دي هتنزل كده. سي كي أس 2، خد بالك بقى من الحتة دي، إن الأس 2 هيتوزع على الكي وعلى السي، يعني تبقى كده سي أس 2 كي أس 2. خد بالك من الخطوة اللي عملتها اللي فاتت دي، الكي الأس 2 هيتوزع على الكي وعلى السي، يبقى سي أس 2 كي أس 2. نيجي تحت، الاتنين هتنزل نفس اللي عملناه فوق، الأس 2 هيتوزع على الكي وعلى السي، هيبقى سي أس 2 كي أس 2 برضو، ناقص هنا بقى التلاتة اللي هنا اهو، التلاتة هتنزل. خد بالك من دي بقى، الأس 2 هنا يجي على السي تبقى سي أس 2. خد بالك بقى من أخطر خطوة اللي جاية دي، هنا الكي أس 2 وعليها أس 2، هيبقى كي الأسين يتضربوا في بعض، 2 في 2 ب4، ودي أخطر خطوة، وكان كل طلاب تالتة إعدادي كانوا بيقعوا فيها في الامتحانات، كتير منهم طبعا. يساوي، تعالى بقى نكمل، خلاص احنا كده عدينا الصعب، خلاص نكمل بقى بالراحة خالص. هنا انت خدت طبعا في الترم الأول العامل المشترك، هتبص فوق هنا كده، مين العامل المشترك من الحروف اللي هي الحروف هنا؟ سي أس 2 وسي أس 2، يبقى تاخد سي أس 2 مشترك كده. يبقى عندك ايه هنا؟ يبقى عندك في الطرف ده يبقى 2 ناقص التلاتة هتنزل، والسي أس 2 خلاص طلعناها بره، يبقى كي أس 2 كده اهو، ونقفل القوس. طيب نيجي بعد كده هنا تحت، هنا انا عندي سي اس 2 وسي اس 2 هنا اهي، نكتبها بره كده، استنى ما تمشيش. كي اس 2 كي اس 4، خد الأس الصغير 2 و4، خد الأس الصغير يبقى كي اس 2 هو العامل المشترك. طيب يبقى كده بقى تعالى ما نطلع المشترك، سي اس 2 خدناها من هنا خلاص راحت، كي اس 2 خدناها من هنا راحت، يبقى مين اللي ما طلعش؟ الاتنين دي تنزل مكانها كده هنا اهو. طيب نكمل، هنا ناقص، طيب التلاتة هتنزل لأن ما خدناهاش بره في العامل المشترك، سي أس 2 خدناها عامل مشترك تروح، كي أس 4 خدنا منها كام عامل مشترك؟ كي أس 2، يبقى كام؟ يبقى كي أس 2. الله على الجمال، بص بقى ركز كده، 2 ناقص 3 كي أس 2، وهنا 2 ناقص 3 كي أس 2 يروحوا مع بعض. طب هنا سي أس 2 هتروح مع سي أس 2 زيها، يبقى في البسط ايه؟ 1، وتحت كي أس 2، يبقى ده أول طرف اللي هو الأيسر وأصعب طرف فيهم، 1 على كي أس 2. طيب نكمل، طبعا لو لسه مكمل معايا فأنت بطل. سي على ايه؟ ده الأوسط. طيب احنا زي ما قلنا السي ملهاش قيمة، تنزل زي ما هي، والايه بتساوي ايه بقى؟ الايه كانت بتساوي، احنا قلنا الايه بتساوي ايه؟ الايه كانت بتساوي سي كي أس 2. طيب ساعتها بقى بص، السي هتروح مع السي، يبقى عندك نفس الكلام، 1 على كي أس 2، خد بالك من دي اهي، يبقى الأوسط برضو طلع ب1 على كي أس 2. طب نيجي للطرف الأخير، الطرف الأيمن اللي هو آخر طرف، ربنا يجعلنا دايما من أهل اليمين يعني. الطرف الأيمن سي أس 2 بي أس 2، السي أس 2 زي ما قلنا ملهاش قيمة، تنزل زي ما هي. طب بي أس 2، هي البي كانت ايه قانونها؟ البي كانت بتساوي سي كي، خد بالك في أس 2 كده هيتحط اهو، اللي هو ده هينزل كده، يبقى بيساوي، ننزل السي أس 2 الأول، هنا بقى الأس 2 دي تروح مرة على الكي ومرة على السي، تبقى سي أس 2 كي أس 2، ده هيروح مع ده،
يبقى عندك 1 على ك أس 2. طيب لو تفتكر كده التلات أطراف اللي هو الأيسر والأوسط والأيمن التلاتة طلعوا كام؟ 1 على ك أس 2. تقولوا كده إذا الأطراف متساوية، وتخلص المسألة على كده. وكل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم. بص انت لو وصلت معايا للسؤال ده يبقى انت كده يتعمل لك تمثال. السؤال ده بقى إذا كان 3 وإكس واي في تناسب وكان إكس زائد واي بيساوي 18، اوجد إكس وواي. سؤال كده يعني هو سهل بس فيه قرصة صغيرة يعني. المهم 3 كميات يبقى على طول تناسب متسلسل. يبقى أنا هقول له كده 3 على إكس بيساوي إكس على واي. طيب بأول قانون خدناه في الدرس، أول قانون كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول إكس أس 2 بيساوي إكس أس 2 اللي هو الضرب التبادلي بيساوي 3 واي. طب تعالى بقى هنا، تعالى هنا بقى نستخدم اللي قال لي عليه ده. هو قال لي هنا إيه؟ قال لي إن الإكس زائد واي بيساوي 18. طب أنا مش ممكن أقول له هنا أودي الإكس الناحية التانية بإشارة مخالفة؟ هي هنا زائد، هي هنا موجبة، تروح هناك تبقى سالبة. يعني هقول له كده الواي بتساوي 18 ناقص إكس. حلو جدا. طب حلو، دي قيمة للواي أهي. طب بص بقى الحتة دي في الغالب صعبة عليك أنت شوية. خد بقى الواي اللي هي بتساوي 18 ناقص إكس دي وحطها مكان الواي دي. يعني هقول كده، تعال نكتب دي الأول هنا اهي، إكس تربيع بيساوي 3 واي. أنا هشيل الواي دي وهكتب مكانها 18 ناقص إكس. طب يجي واحد يقول لي ليه هتعمل كده؟ هقول له يا ابني ما هو ركز، ما هي الواي بتساوي 18 ناقص إكس جبناها من المعادلة دي. يبقى أنا هشيل الواي دي واكتب مكانها 18 ناقص إكس. يعني أقول له إكس أس 2 كده بتساوي 3 في 18 ناقص إكس. طب يجي يقول لي أنت استفدت إيه من كده يعني؟ أقول له استفدت كتير جدا، إن أنا عملت معادلة في مجهول واحد بس اللي هو إكس، كده أقدر أحلها بكل سهولة. المعادلة لو كانت في مجهولين يعني إكس وواي بتبقى صعب إن هي تتحل، لكن هنا معادلة في مجهول واحد تتحل بكل سهولة. بص هنحلها إزاي. نزل إكس أس 2 بتساوي، تعال نضرب ده، 3 في 18 بكام؟ 3 في 18 ب54 ناقص 3 إكس. اللي مش فاهم 3 في 18 ب54 أهي، و3 في إكس ب3 إكس أهي. طيب خدنا في الترم الأول إن أنا عايز أخليها معادلة صفرية، يعني معادلة تساوي صفر. يبقى خد كل الطرف ده كده أهو واديه الناحية التانية دي وإشاراتها هتتغير كلها. يعني إكس أس 2 هتنزل، ال54 دي هي موجب تبقى سالب 54 وبس، خليها على الجنب كده. وسالب 3 إكس دي هتيجي تروح هنا تبقى زائد 3 إكس يساوي صفر. وبعد كده بقى إيه، هنرجع لدرس التحليل اللي خدناه في الترم الأول، حل المعادلات. إكس أس 2 مقدار ثلاثي أهو، ثلاثية الحدود. هنعمل كده أهو إكس وإكس، الإشارة دي سالب، يبقى الرقمين الإشارتين مختلفتين، هنا زائد هنا ناقص. طيب عددين حاصل ضربهم 54 ولو طرحناهم يدينا 3. على طول كده انت شاطر وحافظ جدول الضرب، يبقى 9 في 6. التسعة تتكتب هنا عشان تاخد إشارة الأوسط عشان هي الكبيرة، والستة تتكتب هنا عشان هي الصغيرة، يساوي صفر. على طول كده القوس ده هقول كده إكس ناقص 9 بيساوي صفر. يبقى على طول هنا إكس بتساوي، وأدي دي الناحية التانية بإشارة مخالفة بتساوي سالب 9. وهنا إكس ناقص 6 بيساوي صفر. يبقى على طول هنا الإكس بتساوي كام؟ بنفس الطريقة، هي هنا ناقص تروح هناك تبقى زائد 6. يبقى النتائج النهائية سالب 9. الإكس ليها حلين، سالب 9 و6. سؤال تاني مشهور جدا بيجي على التناسب المتسلسل، يقول لي أنا عندي هنا كميتين متناسبتين أهو، عندي تناسب، اثبت أن B وسط متناسب ما بين A و C. اختصارا اثبت له إن البي تربيع بتساوي AC. طيب اثبت له إن البي تربيع بتساوي AC. طيب بص هنعمل إيه. لو تفتكر لو راجعت معايا درس خواص التناسب قلت لك إن هو لو قال لك اثبت إن هي كميات متناسبة، نفس الكلام، عشان تثبت إن هي وسط متناسب اعمل ضرب تبادلي على طول.
على طول كده. بص هتعمل ايه بقى، هنضرب الكلام ده كله هنا، اللي هي 3b ناقص 4c هتتضرب فين بقى؟ هتتضرب في b ناقص a، وبعد كده هنضرب c ناقص b في 3a ناقص 4b. طيب يلا كده نضرب بقى، نبدأ كده اهو. 3b في b يطلع 3b أس 2، أنا هنا اهو. طب 3b في سالب a، اضرب الشرط الأول، هنا موجب في سالب بسالب، موجب في السالب بالسالب، وهنا 3b في a يبقى 3ba. طيب كده أنا خلاص دي خلاص، نخش على دي. هنا ناقص 4c في b يبقى ناقص 4cb. طيب بعد كده هنا ناقص في ناقص بزائد، سالب في سالب يعني بموجب. هنا 4c في a ب4ca. كده يبقى احنا خلصنا الجنب ده. بص بقى انا هعمل هنا، هعمل بس يساوي كده، هنا المفروض اعملها هنا بس المسافة دي صغيرة عشان اكتب الضرب ده، فهعمله تحت هنا كده وهكمل. طيب نكمل بقى، 3a في c ب3ac. طيب 3a في سالب b موجب في سالب بسالب، 3a في b ب3ab. طب بعد كده سالب في موجب بسالب، 4b في c ب4bc. طيب بعد كده سالب في سالب بموجب، 4b في b ب4b تربيع، ب4b تربيع. الخطوة اللي بعد كده بقى لازم نركز فيها قوي عشان ممكن نغلط فيها بكل سهولة. أنا هدور الأول على حدود متشابهة شبه بعض بالظبط، يعني AC مثلا، يعني نمشي خطوة خطوة. 3b تربيع، هل في 3b تربيع هنا؟ مفيش. بص اهو 3b تربيع هنا اهو، الطرف ده في 3b تربيع؟ مفيش. طب خلاص، سالب 3ba، هل في هنا سالب 3ba؟ اه في اهي سالب 3ab عادي، ممكن يتبدلوا عادي، ba هي ab. خلاص يروحوا مع بعض كده على طول، إشارة سالبة وإشارة سالبة هنا أهو في طرفين مختلفين يروحوا مع بعض. سالب 3b a هي سالب 3b a. طيب سالب 4 ac، سالب 4 cb، cb هي سالب 4 bca، يروحوا مع بعض كده. طيب هنا نيجي بقى بعد كده، هنا 4ca 3ca. ده احنا هنا بقى استنى، احنا هنا بنلخبط الدنيا شوية هنا اهو. طب تعالى نكتب الباقي الأول بعد كده نكمل. 3 بتربيع اهي، هنا زائد 4ca بيساوي هنا 3ca برضو، خد بالك AC هي ca، زائد 4 بتربيع. طب حلو قوي. طب ما تيجي نعمل حركة حلوة، ما نودي البي تربيع دي مع البي تربيع اللي هنا دي، اخليها جنبها، والسي اي تروح مع السي اي. يعني هعمل كده، دخل دي الناحية التانية هنا، هي موجب تروح هناك تبقى سالب، يبقى سالب 3 سي اي، ودي تروح الناحية التانية هناك، طبعا دي هتنزل هنا كده 4 سي اي برضو، دي بقى هتروح هناك هيبقى بيساوي، دي هتنزل أول 4 بي تربيع الأول أهي، وهنا دي هتروح هناك تبقى ناقص 3 بي سي. أنا كل اللي عملته عملية إعادة ترتيب مش أكتر. طيب هنا بص بقى، سالب 3 زائد 4 يطلع 1، يطلع سي ايه. طب هنا 4 بي تربيع ناقص 3 بي تربيع يطلع بي تربيع. ايه ده يا مستر، هو ده اللي انا عايزه، اهي البي تربيع بيساوي سي ايه. لو تفتكر انا قلت لك في اول المساله، قلت لك انا عايز اثبت ان البي تربيع بتساوي سي ايه. اول ما توصل لدي كده قول له شكرا، بس تقول له اذا بي وسط متناسب بين A و C.